يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في صور وحكايات عقلك هيرفض يصدقها، بس هي حقيقة وموجودة حوالينا. النهاردة هنفتح ملفات مجهولة، وهنبدأ بكابوس مرعب بيحول جسم الإنسان لزنزانة ملهاش مفاتيح، ومنه هنطير لمكان بيعالجوا فيه الناس بالتعليق والضرب. ومش بس كده، ده أنا هاخدك رحلة لشوارع الهند عشان تشوف سحر الفنكوش وأغرب كشري ممكن تدوقه في حياتك. وفي الآخر اللغز اللي محير الملايين، حكاية طائر النار اللي بيحرق كل حاجة في طريقه. ركز في كل دقيقة ويلا بينا. تعالوا بقى النهاردة نشوف أخطر الأمراض اللي بتهدد حياة الإنسان. والمرض ده مش عدوى، ده مرض أنت اللي بتجيبه لنفسك، وهي السمنة. لو جات لواحد بتغير حياته تماما، لا بيعرف يتحرك ولا ينام ولا يمارس حياته الطبيعية. والمصيبة اللي العلم كشفها إن الدهون دي مش مجرد شحم زيادة، لأ، دي بتتحول لمصنع سموم بيفرز مواد بتخلي جسمك دايما في حالة التهاب، وبتهجم على مخك وأعصابك قبل ما تهجم على شكلك. يعني أنت فعلا بتاكل في نفسك من غير ما تحس. سيبك بقى من السمنة وتعال شوف أغرب علاج بالضرب والتعليق. تعالوا نشوف أغرب علاج طبيعي في العالم. الموضوع ممكن يبان بدائي، بس هو مدروس جدا. بيعالجوا فقرات الظهر عن طريق التعليق. زي ما انت شايف، بيقلبوا جسمك عكس الجاذبية ويبدأوا يتعاملوا مع كل فقرة لوحدها بحركات بيفكوا بيها العظم كله عشان ترجع سليم وكأن مفيش حاجة. والمفاجأة إن الضغط اللي بيحصل وقت التعليق ده بيعمل حاجة اسمها decompression، يعني بيبعد الفقرات عن بعضها ويخلي الغضاريف تتنفس، وده اللي بيحسسك براحة فورية. بس طبعا ما تحاولش تجرب ده في البيت. سيبك من شد العظم وتعالى شوف سر الفنكوش الهندي. عمرك سمعت عن عيش الفنكوش الهندي؟ العيش ده غريب جدا ومصنوع من دقيق الحمص، وشبه التسالي اللي بنحطها في الزيت وتنفش زي الشيبسي عندنا في مصر. بس في الهند الموضوع مختلف، بيعملوا منه رغيف عيش عملاق حجمه بيتضاعف 10 مرات في ثواني، وبياكلوه كوجبة أساسية مش مجرد تسالي. والسر في النفشة دي هو تفاعل كيميائي سريع بين دقيق الحمص والزيت المغلي، بيخلي العيش يحبس الهواء جواه ويتحول لبالونة مقرمشة في أقل من 3 ثواني. تخيل رغيف كامل بيخلص في رمشة عين. سيبك من العيش المنفوخ وتعال شوف كشري الشوارع في الهند. تعالوا أوريكم أشهر أكلة شعبية في شوارع الهند، والشبيهة جدا بالكشري المصري بتاعنا. الأكلة دي اسمها بيل بوري، وهي طبيعية 100%، مكونة من رز وحمص وفول مع ميكس توابل هندية حراقة. وزي ما انتوا شايفين، البائع بيفضل يقلب المكونات دي كلها بمهارة وسرعة رهيبة. الغريب إن الأكلة دي بتعتبر بروتين الغلابة هناك، ورغم بساطتها التوابل اللي فيها بتعلي الحرق جدا لدرجة إنها بتدفي الجسم في عز البرد، يعني وجبة طاقة متكاملة في علبة واحدة. سيبك من أكل الشوارع وخلينا نطير لعالم الأساطير وطائر النار. تعالوا بقى نفتح كتب الأساطير ونشوف أغرب طائر موجود على وش الأرض واللي طالع عليه حكايات غريبة، طائر النار. في ناس فاكرة إنه كتلة نار طايرة وبتحرق اللي يقابلها، بس الحقيقة إنه كل ده بلح وملوش أساس من الصحة. هو طائر حقيقي وموجود واسمه الفاير هوك، والسر مش في جسمه، السر في دماغه وذكائه. طائر الفاير هوك بيلقط الأغصان المولعة بمنقاره وينقلها لمكان تاني عشان يخلي الغابة تولع بخبث، وده عشان يطلع الفئران والزواحف من جحورها بسبب الدخان، فيعرف يصطادهم وهو حاطط رجل على رجل. سيبك بقى من ذكاء الطيور وتعال نشوف أغرب بلياردو في شوارع فرنسا. لو انت بقى من الناس اللي غاوية ألعاب شعبية، فتعال أوريكم أغرب لعبة موجودة في شوارع فرنسا. واللعبة دي ليها تاريخ قديم وعريق جدا. الموضوع يا سيدي يبان إنه بلياردو، بس من غير طاولة ولا حتى عصاية. كل اللي عليك إنك بتمسك كورة معدن تقيلة في إيدك، وبتحاول تنشن وتصيب الكرات اللي موجودة على الأرض بتركيز عالي جدا. اللعبة دي اسمها البيتانك أو البيتانك، وفي فرنسا بيعتبروها رياضة وطنية وبينظموا ليها بطولات رسمية ضخمة. والسر كله في الفتلة أو اللفة اللي بتعملها بإيدك وانت بترمي الكورة عشان تتحكم في مكانها بالملي وتكسب. عمرك بقى جربت تشرب عصير معمول من التعابين والعقارب؟ وده بقى يا سيدي من أفخر أنواع الخمور اللي موجودة في الصين. أيوة، زي ما انت شايف كده، بيحنطوا التعابين والعقارب وبيحطوها جوه أزايز، وبعد كده بيحطوا جواها الكحول وبيشربوها عادي جدا.
وبيقولك إن سعر الإزازة الواحدة بيوصل لحوالي $1000، يعني بالمصري كده عامل حوالي 50,000 جنيه علشان بس فيها تعبان أو عقرب زي ما انتوا شايفين. يا ساتر يا رب، 50,000 جنيه على سم! طب سيبك من الصين، خلينا نشوف اللي بيحصل عندنا في أفريقيا، دي حاجات أغرب بكتير. ده بقى أغرب علاج طبيعي أنت ممكن تشوفه، والكلام ده بيحصل في دول أفريقية كتير يا سيدي. بيستحموا ببول البقر، أيوة زي ما أنت شايف كده، ومش عارف بصراحة هم بيعملوها إزاي، ولكن ده اللي بيحصل. بيستحموا ببول البقر، وبيقولك إن البول مفيد جدا للجسم، وبينفع كمان الشعر زي ما أنت شايف كده. ربنا يرحمنا بصراحة. بس قولي، ممكن تعملها وتستحمى ببول البقر؟ طيب خلينا نسيب الأرض ونشوف أعماق البحر، ممكن يكون فيه كائنات محترمة شوية، ولا مش ممكن برضه؟ دي بقى من أخطر الحاجات اللي ممكن تواجه أي غواص في حياته، وهو الأخطبوط يا سيدي. حرفياً الكائن ده بيلزق في أي حاجة، وصعب جداً لما تشيله، وزي ما انت شايف الغواص بيحاول يرفعه من على جسمه ولكن مش قادر. ولكن أهم حاجة في الموضوع إن هو بيبعد وش الأخطبوط عن وشه يا صاحبي، علشان لو لزق فيه بتكون مشكلة كبيرة، وصعب جداً إن هو يخرجه زي ما انت شايف كده. يا لهوي على اللزقة دي يا جدعان! طيب سيبك من الكائنات البحرية وروح معانا للهند علشان تشوف أغرب عبادة. بصوا هنا الصدمة الحقيقية. عمرك تخيلت إن في مكان في العالم الناس فيه بتعبد الألوان نفسها؟ أيوة زي ما بقولك كده، الموضوع ده بيحصل في الهند يا سيدي. بيعملوا طقوس مرعبة، وبيشوفوا في الألوان دي رمز للعبادة، بياخدوا منه البركة، وبتلاقيهم بيلونوا نفسهم بالمنظر الغريب ده. بجد حاجة تخلي الواحد يسأل إزاي بيوصلوا للدرجة دي من العبادة. طيب بعد ما شفنا جنون البشر وعبادة الألوان، خلينا نشوف الطبيعة عملت إيه هي كمان في عالم الحيوانات. مين يصدق إن ده كله خروف؟ طيب نختم جولتنا دي بقى بالصدمة الكبرى. ده يا جماعة خروف من سلالة اسمها القرشان، ودي أحدث وأغرب حاجة ظهرت في عالم المواشي كله. السلالة دي تحديداً اكتشفوها في كازاخستان سنة 2021. بص كده ودقق في حجمه، ده مش خروف العيد اللي انت متعود عليه خالص، ده بيوصل ارتفاعه ل1.5 متر، يعني لو واقف جنبك ممكن يكون أطول منك كمان، ده غير وزنه التقيل. الخروف ده حرفياً ماشي بمواصفات عجل صغير. تخيل إن كل ده بينتمي لفصيلة الأغنام العادية. بجد يا سبحان الخالق اللي بيورينا كل يوم أغرب من اللي قبله في الطبيعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا في عالم الغرايب. شفنا أغرب عادات وأغرب طقوس وأغرب كائنات. بصراحة كده الواحد بيحتار، العالم ده كل يوم بيطلع حاجة جديدة تخلينا نسأل إحنا عايشين فين بالظبط؟ دلوقتي بقى قولولي، إيه هي أغرب حاجة شفتوها في الفيديو ده؟ ولو تعرفوا أي حاجة أغرب من اللي شفناها اكتبولي في الكومنتات تحت. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.